حبايبي اللي بحبهم وبموت فيهم. بصوا بقى الفيديو دوت وفضلت الفلات فيديو كنت انا شايلاه عندي ما نزلتهوش، فنزلته لكم هنا كده على العائله ويوميات. انا هنزل لكم عليها ان شاء الله فيديو الرحله اللي احنا كنا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين يا رب تكونوا يا بخير. رب إن اللهم شاء صل الله. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي، صلاه على النبي. فيديو جديد ويا رب يعجبكم. قبل ما نبدأ ندعي لإخواتنا وأهلنا ربنا يقويهم وينصرهم آمين يا رب العالمين، وكل الدول العربية يا رب تعيش في أمان وسلام، وربنا يحفظ مصر ويحميها آمين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. حط لنا لايك حلو وكومنت جميل. النهارده جايين بالكبده بس معهاش مكرونه، معاها بطاطس محمره وسلطه وكبده. بس انا نجيب حاجه الدق بتعمل. انا جبت الدق. يلا يا ستي. خد يا احمد، حط في الطبقين دول الدقه، حطهم هنا كده اهو. خد الدقه. العيش لا العيش فين جبناها؟ انا العيش جايباها. ورا فوق. العيش طب مش هحط فيه بطاطس؟ العيش. دقة بس ملح بس؟ الله يحفظه. يا فريال؟ حط يا احمد دقه. ما جبتوش كاتشب؟ اه كاتشب؟ مفيش كاتشب. قطعت في الطبق الكاتشب. الكبده هتبرد يا بنت خدوا اللذينه. عيش طري اهو. يا بنت اللذينه. هي لازم في اي في عيش ناشف هنا يا فريال. ما تحطي ضوء على البطاطس كلها احسن ما كل واحد يقعد يغمز. ماشي، حط. لا رش على جنبك بس يا يا ستي. شم ريحه الاكل، ما تاكلش يعني، لا تاكل. كلي يا اختي، كلي ماما يا اختي. بكلمك انت يا جميل. قبل ما نبدأ بقى يا جماعة يا ريت اللي متابعنا ما يستخسرش فينا اللايك، واللي بيتابع ومش مشترك يشترك. انت شليت على النبي. يلا بسم الله. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. هو ما فيش ما فيش اهو انا عارف انا بجيب الدقه كلها هناك عشان حاطينها كاتشب. اهو. هتسكر علينا التكييف. الريموت فين يا سيف؟ الريموت مش هو جابولي قبل ما توقفوا هنا؟ هناك اهو يا سوف، هاتوا نثبت علينا الريش. مش عارف اقعد بسبب رجلي. قاعد عشان ما بينش رجلي وانا بالشورت. لا انت لا الشورت كبير وواسع عادي. اه يلا خد. احنا ما جبناش معالق اصلا للسلطه. هات معايا يا سوف. ايه خد يا سوف. ايه مين بتدخن؟ ما عملت ايه الواد ده؟ حتى انا ما بحس الكبده زي زلزال 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 زلزال. انا بحس الساعه كلها بتتقلب بينا. حسيت يا رب. خشي بقى سلمى شويه بعد انا مش اذنك. عارف اخش. لا خشي يلا، المكان فاضي عندك كله. خشي. احنا كنا حكي لكم حكايه في الفيديو اللي فات بتاع الكبده، انا مش ناسياها بس هكملها لكم. عشان الشورت هناك. لسه قايله لياسين فكرت. خلي الشورت هناك احسن. عمال اكل من هنا وانت بتاكل سلطه انا مش عارف انام. عشان سوف مش عارف يكون. يا رب كسر حرق. السلطه جميله. ممكن تلاقي من كل السلطه البطاطس ولا خليها مكانها. بس مش حاطط عليه بصل ليه؟ سيف مش طالب الكبده على فكره. كل شويه كل شويه. لكم على حاجه حلوه. خد من ناحيه سيف كده. قدامك بالبطاطس. اهي بدي كده ايدك بقى. يعني ما دي لك هنا. من ايدك بقى كده، شوف هتطول يا سيف. انا عايز صوص صباح يلا المكان مش على عارف. قد الفلفل. بس أمير مش لازم يفوت. انت مش باين اصلا، رجلك مش باين. انا طب رجلي لو طلعتها وبنت هتقطعها. انا لابسه سامي خلاص. قول بقى. هطلع رجلي بقى هخليها. سامي. بس ايوه كده. مش حراقه خالص. خد ده بقى، قربوا الطحينه بقى الحراقه عن ناحيه كده. خليه يدوق بس صح؟ هياكلها. خليه عشان ياسين يدق منها برضه. انت ايدك طويله يا احمد تطول. انا بقى انا بس هنا بقى خلي كل وقت فن. كل الطبق اللي قدامك بقى عشان تشوف. اهم حاجه طبق السلطه الجميل ده. بس في قرن فلفل رهيب. من واحد. يغض بقي. مالها لقمه كبيره كده ليه؟
كبده جميله. الفلفل اللي في الكبده مش حراق. مش حراق ايه؟ هتطلع الحرقيه اللي فيه كلها. كمان الكبده رجلك هتتعور في الطبليه يا سيليا. رجلك هتبص ولا فريق. ايه ده؟ ده فلفل، لا كبده. كبده ايه؟ فين دي وعيدك كده؟ ده قلب وليده. اه ده لا. لا مفيش قلب في الكبده دي، هي كلها هو كده. انت مش جايب ليك كلاوي؟ نخلص. ما عندوش كلاوي؟ ده الكلاوي هي اللي بتقعد والكبده ما بتقعدش. يعني ايه يا قلبي؟ ماسكه في هدومي ليه؟ انت حتى مش عايزاني اكل وانت على رجلي. يحط منها في الاول عشان يخلصها. اشتري مين؟ اهو انت تعالي يا شايفه؟ سيدي. بس خلاص. بس انت بتقولي اشربي، لا مش كاتشب ده. على القله، على القله يا ناس. انا عايزه البطاطس السخنه، البطاطس دي بردت. بس انا كل هيدوس في كل حاجه. طب بقيت بعض. مش عارفه والله فين. حلو. كان في بس انتم خلصتوه. يا ماما مين؟ عندي. نحاول كده تحطها جنبي. ايه؟ على فكرة في حاجة هي تعبانة. ثابته على رجلي لما في حاجة بتقعد. تعبانة عشان عمالة تصرف باستمرار. هاتي بس كده. هاتي بس كده. هاكلها بالبطاطس. كلها ملح، لا لا ما تحطهاش. ايه يم ايه يم ايه ايه اوبش. هي عاوزة فعلا البزازة اللي بتتحط في البوك دي. لا ليه؟ يا بزازة. ليه مش بتحط مش ببرونة؟ لا يا عم نشف لها رئة. مش عايزة تنشف رئة. طب انت ممكن تعملي حاجة حلوة، تجيبوا الازازة اللي بتحط فيها اللبن تحط فيها المية. لما تعالي تحطهم هي بتبقى جعانة، هي بتعيط عادي فبتشرب مية في نفس الوقت. تقدر بقى انت تشرب مية وتفضل تشرب مية على طول؟ عادي. عادي ازاي يعني؟ كده بتنزل لها حاجة عشان ترضع مش ترضع. هاكل يا بس. هتيجي ترضع مش ترضع. عايزة عندي سمنة. هو بس انا عملت حاجه. تعمل لو الحاجة في ايده والواحد بيتكلم عليها لازم تنده عليه. أول امبارح ما كنت قالب الدنيا على الريموت. وعمالين ندور في الآخر بيعمل فيديو كده بقول له ما الريموت في ايدك اهو. ابقى مثلا مركز في الفيلم، مش مركز مع الحوار خلاص، الكلام اللي حواليا ده باين سلع ما بسمعوش، بركز في الفيلم وبيتقال في الفيلم بقى. فبقى عمال يتكلم ويقول انا مش فاهم حاجه، فلما جيت ركزت معاكم لقيتكم بتدوروا على الريموت وانا كنت ساند عليه. انت متاكد مع الفيلم وانت عمال توقع ايه ده؟ هو انا ايه اللي حرقها في بقي مش عارف. السلطة؟ لا ده السلطة. يعني الكبدة حرقة والسلطة حرقة وانت مش عارف ايه الحرقة. كبده مش حلاقه. بصراحه انا حاجه مش حاجه.
جبتها ما لقيتهاش حاجة. انا بتكلم على الكبده مع قرن الفلفل. انا في اصلا اللي باخد محل. عشان كده ما بقولك مش حلوة. برضه. كمان دي المناديل. بس بتتسقف. الطبق السلطة ده محتاج تسقيفة جامدة. اه. استنى انت ازاي تسقفي الفيديو كله؟ والبنت دي طيب مش عامل سيكو؟ بس طلع قلت لك ايه؟ سمعت من دي بسرعة. انا دي جنبي. خد يا ياسمين. وقعت حاجة؟ يا رب يهديك يا سيدي. عرفت نعرف. خلوني عارفة. مية باردة. ما هو مش مليانه قوي عشان هو ده حر والله متهيألي التكييف مودي بص في قفا احمد وفي قفا سيف. قفا فوق أنا قفا. منزلة عليه. التكييف اصلا كده مش شغال ما انا ارفعي يا سين شوية سيف شوية. يا لهوي. سنة نحطها في نص ده. السلطه. لا قبل سيف في الكبدة. ما كده. عندي الفلفل اللي بيبقى مهري ده بيبقى حلو. أكلت النهار؟ لا ما كسبت النهار. انا اكلت انا الفلفل كلها. بقى متعود. حسبي في سقف بقك. إذا تاكل ده بقي كله. ايه صوت الحسل ده؟ عمالة تبص على المنديل. ابني سيبها لها. انت قدامك ايه؟ مليش بقي كده كلها. ده ولا عندي زيت. كنا بنحكي عن ايه يا سين المرة اللي فاتت؟ على بيضة خلاص على بالي ولا قدامك. ولا كبناها. الله قلبي. نعم. نعم. مش عارف الموضوع عند مين. عند ماما. وقعت ادفع طحين كده اتلوث. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم وسيليا كانت نايمة. ولا مش عارفة كانت فين. طب انت يا ماما غيرت لها الضمبه ده عملتها كل حاجه؟ لا لازم ترفع الصورة لا كل. لا مش ايه. كل. ياسمين كل. ما كملتش الغيب. لا 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 لا. انا من الحراره نفسها في بقي مش عارف اتكلم. كل يا سمير ده مش لغايه شرب التاني. لا تعال. انت دي الاكل كان هيقع على رجلي شلت. هو ده كده. خلاص كنت هديك فلفل. ده كفايه يما اللي عندي. هتقول الطبق ايه ده؟ كفايه ده في بقي حاسس اللي هو ايه. بص لا لا ما تحطيش ملح تاني يا سلمى في العيش.
سلمى لا اخليك ولا اسيب؟ وصلي. خليها ما تزن شيله. لا أنا طالعة. انا عايز اقوم اغسل ايدي عشان متعور، وتتبيلة الكبده بتدخل في ضوافري، تدخل مطرح التعوير. اغسلي ايدك وتعالي يلا. انت كده هتزحلق بس مش مهم. عيطي انت وانا وانت عشاني. يعني انت قمت جعان؟ لا ما امسك. لا لو جعان يا ياسين كمل اكلك لا بعدين. والله انا ما كمل. كل عادي يا سمسم. مش خالص ده. لا استنى ما بعد خالص. سلطة. هياخد اكتر. هوبا. فين ده؟ مش بتعمل حاجات من الحاجات دي ليه؟ لما باكل بحس ان بقى استريح، بس بعد ما بشبع الاقي النار طالعه على البوق. السلطة مش الكبدة خالص، سلطة. لا انا عملت ده كله قرن الفلفل اللي انا اكلته من الكبده. اكل احمر اهو ناشف. بس يا سوري عيني ما كانش شايفه والله العظيم من بدري، من الساعه كام؟ الساعه 2 الظهر. الساعه دلوقتي 3 بالليل ولا 4 بالليل. 5 دلوقتي. ده انا اخر مره صيفه بتاع لا ما جاتش 5 لا. ده انا اخر مره صيفه 4 وكان من حبه. لا ايه ده 3. بقيتك ده انا اخر مره صيفه بالظبط صيفه 46. ايوه خد الباب. اخر مره صيفه 46. اسكت ليه؟ ما تلبس السيف ازاي؟ ده مين يا؟ حتى الفلفل مولع كله عندي انا. يعني البامبوز لا ولا خلاص. ده نسيت كنا بنتكلم في ايه بقى يا ياسين؟ السؤال اللي دخل غلط ولا جبناه في 3 مرات كنا بنتكلم عن ايه؟ والثلاث مرات جاوبنا فيه. اقعد بقى في المحكمة. لقينا هو ماشي في الصحراء قمنا وقفناه وودينا. ماشي في الصحراء وكان في تعالي بتجري وراه. فين الفلوس؟ بص يا سمير معلش يا حبيبي انا عاوز لنا دي ميه ساعه تلج. والواحد بيجري برضه على الحرق برضه. انا مش ساكته برضه، هي كده يا جدعان حاجه من ايه؟ خلي ما في شغال. انت حتى جنب الحاجه اللي انت عايزه قولوا هاتها لنا ولاد بدل ما انت بتحربي. يعني انت بتاكل السلطه عادي يا فريد يعني كده؟ لا السلطه مش حراقه خالص والله؟ والله. الفلفل اللي فيها الحراق. انا ما باكلش فلفل. والحلق السن بتاعها. ما باكلش فلفل. لا يا حبيبي انا بعمل اهو اصلا كده اهو. اللي عامل ده كله عندي الكبده. اول ما بشوف فلفل في الكبده. بس استنى. انا عايز سيسيليا محتاجه ايه؟ لا اقول لك لا. لا ليه؟ انا لسه ولا مأكلاها. قولي نو. انا عايزه تنام ايه؟ عايزه عشان انا اقعد جنب ماما عشان انا ماما متغدى. وحملناها امبارح والله. مين فاكر؟ انا اقعد على راحتي. شاطر يا سيدي. حسبي. تحكي يا امي يلا الو احكي. روح في الباب يا سيدي. كنا ايه يا ولاد؟ احكيها لكم ولا بلاش؟ يا سلمى بترد عليك، سلمى بترد عليك. احكي طب حد يفتحني عشان انا ماليش نفس. لقينا الاتوبيس. واحنا ماشيين يا الاتوبيس كنا ماشيين ولا كنا قاعدين؟ كنا واقفين، امم بابا وقف لنا اتوبيس. ينفع منديل؟ عند بقى كده احلى من التكييف اللي هو بتاع الاتوبيسات. قاعده يا حبيبي. ايه؟ ايوه عشان لا ما تغمسش في الملح قوي كده يا حبيبي كانت عشان عربيه مرسيدس. هو قال لي هو صاحب العربيه دوت قال لي ايه؟ انا كنت شغال في شركه سياحه فزي ايه ربى زبون. فاهمين انتوا؟ ربى زبون من شركه السياحه دي. فاللي هو ربى بقى اللي هو ايه خبرته يعني وعارف ناس ومن شركه السياحه دي. فهو ايه اي بقى خصوصي بقى جاب عربيه سياحي هو بس
اللي هو يعني ايه، مش تبع شركه، تبع نفسه. فالناس عارفاه، اللي هو كان تبع شغال في الشركه وكان بيودي ناس ويجيبنا، فناس عارفاه. فبيقول لي يتصلوا بيا انا اوديهم شرم، الغردقه، عشان ما اروحش العين السخنه، اروح الشرم، الغردقه، الكلام ده، الساحل الشمالي كده. العربيه بتاعته عايزه اقول لكم اللي يقسم بالله عربيه الله اكبر عليها، يعني تنفع بيت للمعيشه. المهم كنا احنا ايه بقى، بعد ما جالنا ضربه الشمس دي وخلاص مش قادرين، انا سكر عالي عندي، سكر عالي بقى. شفت انا قعدت بتاع 3 ساعات اصلا في الشمس، العربيه عطلت في الصحراء، واحمد كان مشيك عليها قبلها بيوم، تاني يوم لقيناها عطلت في الصحراء، ما انا ما كنتش مشيك هي ما عليها. عطلتش. اللي حصل ايه؟ اتجوزت موت. انا استسقيت وقلت امن على كل حاجه، غيرت السيور. فالبي الميكانيكي اللي كان شغال المفروض بيبوش، بيعمل رجلاش كده صغير في البقره اللي هيركب فيها الترس، يعني بيرحلها عشان يركب الترس، يركب قصدي السير ويرجع يربطها تاني. المعلم ما ربطهاش او ربطها وما قرطش عليها. امشي سامع دبه في العربيه، سامع ايه اكن حاجه تكحيت التروس في لا مش تروس، اتاري الطنبوره اللي هي راكبه في قلب البتاع دوت، عماله تروح وتيجي وبتاكل في قلب الكرنج لحد ما وقفت خالص. بفتح لقيت السير واقع، فانا رحت ايه تنيت اتمشى لحد ما لقيت بنزيمه، فكان ما انا عطلت حوالي 2 كيلو. ما تنفعش دماغها، ما جه شاف العربيه قال لي لا ده كده مش موضوع السير، ده كده البليه، الترس اللي ماسك بتاع الترس ده اتقطم وعايز ترس، وعاوز ترس. واحنا الصبح بدري، وكان يوم حد باين، كان يوم حد الصبح بدري الساعه 9 الصبح. يوم السبت او الجمعه. ما كانتش 9 9 قبل 9. مين الميكانيكي اللي هتعرفه يجي لك العين السخنه عشان يصلحها؟ والله جبت ميكانيكي من عندنا هنا من شبرا. احكي لهم من الاول. ايه ده محل صبري؟ ما هو اللي جالي ده، ما راح فين في الصحراء. العربيه الراجل وقعت. انا هقول لكم اصل هو مش بيحكي من اول، بيحكي من النص التاني. دي بتحكي بالتفاصيل قوي. العربيه ولاد عرفت، واحمد قال ايه، انا شفت بنزيمه معدى عليها، هروح اشوف هناك ميكانيكي ولا اي حاجه يصلح لنا العربيه. راح رجع بقى، على زعم اللي هو السير، بس السير وقع وانا مش عارف اركبه. ركب باين عربيه مواسطه ورجعته. رجع بقى عند البنزيمه، وانا بقى ايه، قاعده انا والعيال، الراجل كان نايم سلمى كانت صغيره شويه عن كده، وعماله احط دماغها على الشمس، بس انا قحيتها، عايزه اعمل حمام وسيف، عايزه اعمل حمام. قالوا لهم طب لا ما نعملش في الشارع، يا اقف على جنب. طب اعمل ايه؟ احنا في العربيه بايظه، اعمل ايه؟ مفيش اصلا حاجه، كلها صحراء. يا بنت اعملي، انا لا ما اعملش، وترضاش ابدا. ويا سيف لا ما رضاش ابو سمير لا، والعيال كلها عايزه تعمل حمامات، واحنا مش عارفين نعمل ايه، وانا كمان عايزه اعمل حمام. طب هنعمل ايه؟ والله العظيم وقفنا في الشارع اكتر من 3 ساعات، والشمس ناقحه فينا، وابويا كان معانا في العربيه، انا ابويا والعيال. المهم احنا عملنا ايه، احمد بقى كان مش، انا قلت لا مش هقف، السكر عيني عليا وعيني احمرت، عيني احمرت خالص من السخونيه والشمس، لقيت عيني احمرت ومش قادره انقف اكتر من كده. فرحت ايه عماله اوقف العربيه، رحت قلت له خد بالله عليك تعالى، كان العربيه نص نقله بيضه، هو قلت له بالله عليك تعالى، بالله عليك شوف لنا العربيه. راح هما الاثنين كانوا قاعدين سواقين، وسواق واحد جنبه، راحوا ايه رجعوا بظهرهم ونزلوا، خدوا مفاتيح معاهم من العربيه وحاجات ونزلوا بيبصوا في العربيه. قال لي يا نهار ابيض، ده السير هو اللي وقع، السير هو اللي وقع. طب نعمل ده، عايز حاجات تتفك وتتعمل عشان نركب السير. يا لهوي، يعني مفيش اما حد يصلح عليه، لا ده لازم ميكانيكي، والراجل يروح يجيب مفاتيح ويجي يعني ويجرب في السير، وده يجرب والراجل التاني يجرب، والسير مش عايز بتاع العربيه بتاع اللي انا كانت معايا ديت، هم سيرين 2، سير للكاتينا وهو السير الدواره غير سير تاني. السير الاولاني ده بقى السير رابط من عجله، لا ده بيخش كده عامل زي الحلزونه. ايوه بيلف على بكره كده، والله مش زي الحلزونه كده، من جوه شفته، وتلاقيه داخل كده تاني وراجع كده تاني، بس السير فيه بتاع 4 5 تجزيعات كده. لا هم قالوا لي اصلا، هم قالوا لي مش هنعرف نفكه، لازم ميكانيكي. وبعدين قال لي والله العظيم انا اسف، مش هقدر اعمل لك اي حاجه، انا صعبان علينا الاولاد، بس احنا مش هنقدر نعمل لك اي حاجه والله.
غير اللي احنا مثلا لو تركبي يعني نركب يعني في نص النقل يودينا في اي حته. قلت له لا، ده انا جوزي لسه ما جاش في البتاع دي بيشوف ميكانيكي. واحنا واقفين وعماله احط ايدي كده واعمل ايه يا رب اعمل ايه، خلصنا الماي كل شويه نشرب ميه. طب نعمل ايه؟ راح احمد قال ايه، راح احمد لقينا رجع بقى جاب الميكانيكي نزل وطلع وعمل، قال له لا ده لازم حته مش عارفه ايه، لازم تجيبها مش عارفه منين، والناس قافله والنهارده الحد. طب يا احمد يتصل الناس نايمه. طب هنعمل ايه ونسوي ايه؟ قال لي اصبر انا هركبكم انتوا والعيال تمشوا انتوا وانا هقعد انا وابوك. لا قلت له هو لا، احنا سالنا مش جدي، هسيب ابويا. سالنا لا، جدي ما أنا قال لنا قلت- لا أنا انا قلت مش مش هسيب ابويا في الشمس كده، تعالى يابا معانا. قال لي لا انا هقعد مع احمد. يابا تعالى معانا. تلاقيه قال لي اني ما كنت قعدت. ما انتوا مش هتعرفوا تتصرفوا بابوك ولا تعرفوا قلت له تخليه ولا تعالى. تنزليه. قال لي لا خلاص انا هقعد طلعنا معاك. ننزله عادي مش عامل المهم بقى راح الاقي احمد وقف بقى فضل يشاور العربيات كتير ومفيش حد راضي يقف غير ابن الحلال اللي ربنا يسعده ويبارك له ده. واحد كده وقف، راح قال له احمد حكى له على الظروف، راح قال له طب ركب الاولاد وشوف انت عايز يعني تحط شنط احطها. خدنا الحاجات المهمه اللي هتحمض. خدت الاكل وسابتني انا وهو من غير اكل الوليه اللي عاوزه ضرب لا انا سبت لك القرص لما والحاجات في تلاتش قرص ده ابوكي لما بقول له ده في تحت بتاع كنت انت خدت شنطه رز قلت لي ما خدتش بالي. والله في العظيم قرص. خدناه بجد. رحنا هناك خدت الاكل وابوكي جه مني. سلمى وكل يوم بقى الخليفة. ابوكي سلمى بقى اللي ساب عليا كانت ايه بتاكل. عمال انا عاوز اعمل حمام اه. ونزلته أمم. وقمت بالعافيه. ما وهم انا قلت له تعالى معايا بقى لي لا انا اقعد معاك. المهم احمد عمل راجل وقف ماشي ركبهم وتشوفهم عايزين انا رايح الغردقه. احنا كنا رايحين العين السخنه. اولا انا رايح الغردقه. قال له ماشي خدوا ياسين انت بزق فين. ده البتاع كنبة. ما الكلمه ما بتحرك الكلمه. المهم قال له ايه ركبهم انا رايحه طريق الغردقه، في طريق هاخدهم. فمحمد بعت لي اللوكيشن اللي هم فيه، رحت ماشيين على اللوكيشن اللي محمد ده. ربنا يسعده ويبارك له وداني لحد امي، نزلنا لحد امي وهم قاعدين. امي ومحمد وفاطمه كانوا قاعدين، نزلنا قدامهم والله بدعي له. سؤال المهم بقى بقى هل ايه، خد ماني ولا لا؟ احنا المهم اللي احنا اصلا ما رضيش ياخد فلوس، مرضيش. ما رضيش والله. لا قلت له ده بيقول لي بالله، قال لي والله ما اخد حاجه. مع اني دخلة غلط وقعدنا نطول فوق وبعدين رجع لما نيجي نروح تاني. مصيف امي بقى، مش هو ده استنى. لما نيجي نروح مصيف ان شاء الله نبقى نكلمه. لا ده السواق التاني. المهم بقى ايه، نزلنا. المهم اللي امي ومحمد وفاطمه مثلا نازلين في طريق غلط وادوني النوتيفيكيشن غلط. المفروض احنا رايحين طريق السويس، دخلنا الطريق بدل ما نخش شمال كده دخلنا يمين كده، دخلهم طريق الزعفران العين الزعفرانه الغردقه. واحنا رايحين على الغردقه وندح. بصوا بقى اقسم بالله رجعنا اكتر من ساعه ونص عشان نخش نخش العين السخنه السويس. رجعنا قلنا طب هنعمل ايه، لقينا مش اتصلت بيا الست بتاعت اللي هي بتاعت المكان الشاليه اللي احنا رايحينه، مش دي وقالت لي لا يا بنتي انت كده في مكان غلط، انت هتمشي طريق السويس اللي ماشيك الطريق ده انت هترجعي ده كله تاني. ارجع فين تاني؟ دايخين وامي تعبانه وانا تعبانه ومش قادرين، عمالين نكلم الناس مفيش عربيات، نكلم الناس. فواحد قال لنا ابن حلال برضو انا هجيب لكم عربيه ايه يعني زي ايه نص نقل كده اسمها ايه سوزوكي كده اشوف لكم ايه. يا عم الحاج تودينا ده الطريق بعيد قوي، تاخد كام 400 جنيه. طب ستوب بقى احكي لك يا على عم حاجه. الحاج ده 400 جنيه ساعتها كانوا كتار قوي. انا اساسا واخد لهم ده من كام سنه، من 3 سنين ولا انا ايه؟ واخد لهم اسمعي اوبر. ثانية. اي استني بس، انا واخد لهم اوبر من هنا من عند البيت لحد القريه نفس القريه ب 700 جنيه 700 جنيه من البيت وبعديها عندهم بسنة. لحد القرية. وبعديها بسنه. انا بقى عايز ياخد الحته دي يا عم الحته دي اتاري بقى مشوار اسود كانك رايح العين السخنه من ما عشان جديد. انت راجعه، انت رايحه من طريق مش من مكان المفروض انت كنت نزلته عند بورتو، ومن بورتو ايه تاخد عربيه حته قريبه. ده انا لما رحت حطيت بنزين رحت حطيته من بورتو. ده احنا بقى يا ولاد بقى عايزه اقول لكم ايه، الراجل رجع بينا رجعه محمد قد ليه حق ياخد 400 جنيه. رجعنا طول بس ودانا لحد باب الشاليه، لحد باب الشاليه بقى. وانا رحت بقى ايه وانا على البتاع وانا على باب القريه من بره، فبقول له انا حاجه اشتري كذا كذا ايه انت اللي كانت العربيه عطلانه. قلت يا نهار ابيض ده وليه فضحتني والله العظيم وانا داخل من على الباب. ايوه ما انا كلمت الست بتاعت الشاليه وقلت لها عربيتنا عطلانه، واحنا واقفين في التلات وكل شويه تقول انت فين، المفروض تسلمني الشاليه الساعه 10.
الساعه 11. 11 بتسلموني وبتمشي. انا كانت الساعه اصلا 2 وما كنتش استلمت الشاليه. انا داخل بقى هناك عندهم الساعه 6 وحاجه، 6 و10 دخل على 7. لا فاكره اول مره لما جت اول مره رحنا فيها انا خالص. الشاليه بتستمتعوا كان في معانا ايه؟ ده حمام ياسين. سباحه بس. وكده يعني فياسين دخل والبحر الحمام هناك اول مش ما حلو. دخلنا البتاع لا عشان والله كان مزنوق. لا فجت بتورينا الاوض، راحت جت ورينا حمام، بص اتفضلي ده حمام فتحت لنا ياسين. ياسين قاعد في الوش ده الحمام وهي بتشاور راحت قامله تاني. ساعتها كله بص لبعض بصه كده اهو. المشكله في الشاليه الاكل، لا تعملي إيه ده يا أكل سلمى؟ وشرب. سلمى، لا وتروقي لا مش كده، وتعملي- الشاليه كان حمام سباحه بس يا جدعان، مش بحر. ولا كان في كمان شاطئ رمل بس احنا ولا القريه مثلا فيها جناين ولا بتاع. القريه اكنك اسفلت وفلوكات وكده. ده الجنينه ثواني بس يا جدعان، الجنينه دي بتاعت الشاليه، انما مش في مساحات خضراء في البتاع. كوره فيها. وفي كذا حمام سباحه قريه كبيره جدا. بتزعقوا لما تروح فعلا وتقولوا شفنا كذا حمام سباحه ورا بعض. ايوه هو عامل لك كل مجموعه ليها حمام سباحه، كل مجموعه مباني لها حمام سباحه. ما في حمام سباحه كان عند البحر، اول ما طلعوا من البحر في حمام سباحه. واحنا كنا رايحين على البحر اساسا بتعدي على 3 حمامات سباحه. كل مكان له حمام سباحه. هو كان ساعتها كان حلو، بس احنا بقى ايه لما بتجربي الفندق، انتوا كنتوا بتروحي شاليه عادي، بس لما بتجربي حاجه احسن عايزه تروحي الحاجه الاحسن. انا كنت دلوقتي عايشه في الفندق 3 ايام برنسيسه، ما كنتش اعمل بص بق الشاي، ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا اغير العيال والبسهم وهناك في نص اللبن. بس. انا بقى اسرح لسلمى الكلام ده، ما كناش بنعمل حاجه، ما كنتش بعمل حاجه غير ان انا البس واقلع وخلاص وناكل ونشرب وننام. يعني انزل الاوضه متكركبه، اطلع عليها متروقه ومرشوش فيها عطر وكل حاجه محطوطه والفوط والبرنس محتاجه والشامبو، كل حاجه وانتوا محطوطه. ممكن تطلبي منهم. وكنت اطلع، وكنا طول النهار على البسين والليل ما بنطلعش الاوض غير لما نكون بنغير يا اما هننام بس. والله العظيم، وكنا اكل وشرب وبقى ايه وايه اسمها ايه وقله صنع، اكل ومرع وقله صنع. ما كنتش بعمل حاجه، بقيت خلاص جربت حاجه زي كده عملت بقى فخلاص مش هتعرفي تروحي ايوه الحاجه عرفت اللي بقى ان انت قبلها. جربت حاجه مش عايز تغير حاجه ثانيه. دي عشان هو انا طب يعني انت خلاص رحت يا بطل، مش رحنا الغردقه، مش عايز تروح الغردقه. لا انا عاوز اروح دهب مره، اروح نويبع مره. نويبع بيشكروا فيها. يا جدعان راس البر، راس عايزين البر. نعمل بقى كوبر، مش حاجه هتجيب اما احنا وهدوء وناس الفندق اللي كبيرة احنا بس. طلعناه مش عارفين نطلع من الغلو بتاعه. هنروح شرم الشيخ، انا زقدت فندق هناك نفس المستوى بتاع الغردقه. الغردقه لا واحد تاني على فكره شرم الشيخ ارخص من الغردقه. نفس التاني ده ب تمام، بس 10,000 زيها. جنيه. فاحنا بقى شرم الشيخ ما يتاكلش التاني فيها خالص. ارخص شويه اللي احنا بتاع شرم الشيخ ما يتاكلش فيها خالص، طعمها مفيش اي اكل. لا بس أكل حلو. دوت صف اول وعشان كده غالي ب ما 10,000. تصف اول ومال الاكل، بقول لك الاكل اسألنا شرم عليه الشيخ مش حلو. امي مم. اسألنا عليه بقول لك يعني طب يلا عشان انا يلا يا بنات عشان هروح احمد بابا. اصلا نام والله. احمد اقوى في البارك. انا في البارك دلوقتي. احمد يركب البارك وينزل على السرير. ناس بينزل على حمام السباحه وينزل على انا السرير. لسه جاي من الشغل اساسا من شويه فخلاص. بابا عينه حمرا بجد مش بهزر. احمد بتاع اول يوم في المصيف اللي هو ايه، اول ما بيروح الشاليه يطلع ينام، ضيع اليوم خلاص. ايوه ما كنت ببقى اصلا جاي اليوم سايق، محسوب علينا. ببقى جاي سايق وما نمتش من بالليل. لا هو كنا ده. رايحين في الاتوبيس رايحين بالاتوبيس. لا ما تفكريش في نام الاتوبيس. اول يوم ضيع كلكم اليوم. نمتوا، كلكم نمتوا وانا عمال سامع صريخ حور، كانت بتصرخ في وداني. الله اكبر، بتصرخ والله العظيم من عبد المنعم رياضي لحد ما وصلنا الغردقه. والله ايوه فعلا والله ما سكتش خالص. والله والله مش لما تتعب بهزر. تهدي تشن تروح مره واحده طلع. لا ما بجد والله العظيم ما سكتتش ربع ساعه. يا حد والله حد في الاتوبيس قال لك البنت يا جماعه اللي عاوزين ننام شويه. لا انا بجد كنت صاحي وسان قبليها، يعني مثلا من بالليل. هو احمد ما بيطيش نفسه، ما بيطيش هتطيل عيال، مش بيطيق نفسه. وبعدين هو قاعد دلوقتي، يا ابني نام يا ابني نام شويه يا ابني نام شويه، عشان انا عارفه ان هو هيروح الشاليه هينام، هيروح الفندق هينام. يا ابني نام يا ابني ما فيش نوم. كل شويه اصحى الاقيه قاعد. طب ما لا ده بتنامش بص ليه؟ بيعملوا ايه بقى، بيجوا قبل المصيف بساعتين ثلاثه، او مثلا من الساعه 10 بالليل كده، واحنا نركب الساعه 3 الفجر مثلا. يلا اقول الحمد لله. ربنا يديكم ويرضيكم ويخليكم ويبارك فيكم يا رب، يخليكم بركه تفرحوا بيهم وتشوفوا مع احسن ناس، امين يا رب. ويدي كل مشتاق ربي العالمين الذريه الصالحه.
قبل ما نختم ندعي لاخواتنا واهلنا. ربنا يا رب يقويهم وينصرهم. انا بضحك عشان سمير ايه على طول يقول ماما خلاص السلام. ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم، ويا رب يفرحهم فرحه يا رب كبيره كده، تعوضهم عن اللي حصل، على اللي هم شافوه الايام اللي فاتت ديت. كل الدول العربيه يا رب تعيش في امان وسلام، وربنا يحفظ مصر ويحميها. امين. رب العالمين. يلا حبيب قلبي يلا يا السلام حلوين، عليكم. سلام. سلام.